السلام عليكم، معكم عمرو مرسي وحلقة جديدة من سلسلة أصل الكلب. النهاردة هنتكلم عن نوع كلب جديد. نوع الكلب اللي هنتكلم عنه النهاردة هو الإنجليش كوكر سبانيول، وهو الكلب بيندرج تحت قائمة الميديم بريدز، وبيصنف تحت قائمة السبورتنج دوجز أو كلاب الرياضات، وكمان بيطلق عليه بيرد دوج أو جان دوج لأنه كان بيستخدم في اصطياد الطيور، وخاصة طار اسمه الوود كوك، ومن هنا خد اسم كوكينج سبانيول اللي مع الوقت بقى كوكر سبانيول. كوكر نسبة للوود كوك، وسبانيول نسبة لأنه كان بينحدر من كلاب الراعي الأسبانية. ومعلومة كده على الهامش، الطريقة اللي كان بيستخدم فيها الكوكر سبانيول في إنه يصطاد الطيور هي طريقة اسمها فلاشنج، اللي هو كان بيخش في وسط الأحراش، يخض الطيور من الآخر، يجري بسرعة، يفزع الطيور تطير، فيبقى الصيادين قادرين يصطادوها بالبنادق او زمان بالاسهم والشباك. بلد المنشأ بريطانيا العظمى، في الاول هم انتجوا السلالة دي وعملوا لها بريدنج بغرض الصيد، ومع الوقت الامريكان انتجوا سلالة تانية اسمها امريكان كوكر سبانيول تم انتاجها بغرض الرفقة المنزلية اكتر، وهي حجمها اصغر من الانجليش كوكر سبانيول. وحاليا السلالتين بيتصنفوا كسلالتين منفصلين تماما عن بعض، وكل واحدة مستقلة بذاتها. وهو كلب نشيط ومليان طاقة، وبناءه الجسماني جيد جدا، وحركته فيها قوة وانسيابية سواء بيجري في أرض مفتوحة أو سواء بيجري في وسط الأحراش أثناء الصيد. وطبقا للAKC هو كلب بناءه الجسماني متوازن جدا ومتسق جدا، ومفيش جزء مبالغ فيه عن التاني. ارتفاع ذكور الكوكر من 40 ل 43 سنتيمتر، وارتفاع إناث الكوكر من 38 ل 40 سنتيمتر. وزن الذكور من 13 ل 15 ونص، والإناث من 12 ل 14 ونص. تعبير وش الكوكر ناعم شوية، ولكن في كبرياء وذكاء وانتباه، والعين بتبقى متوسطة الحجم وبيضاوية، ولون العين بيبقى بني غامق، ولكن في الكلاب اللي هي بني في أحمر أو اللي هي بيطلق عليها الليفر كولر بيبقى مسموح ان العينين تبقى فاتحه شويه، وكل ما كانت اغمق كل ما كان ده افضل للكلب في الشو وفي المسابقات. الودان مكانها منخفض في الراس وبتبقى نايمه لتحت، وبيبقى مغطيها شعر ناعم او مموق على خفيف. حجم البوز للجمجمه متساوي، وفتحات الانف بتبقى واسعه، وده بيديله حاسه شم قويه جدا. الصدر بيبقى عميق ونازل لتحت، ولكنه مش عريض قوي عشان ما يعكسش حركة الإيدين. ودي في المواصفات القاسية المفروض يبقى واخد وضع أفقي طول ما الكلب بيتحرك وبيجري، ولكن مسموح إنه يبقى مرفوع شوية لفوق لو الكلب متحمس، لكن ما يبقاش مرفوع 90 درجة مع الأرض. الفرو أو شعر الكلب بيبقى قصير عند الراس، حجم متوسط على الجسم، وبيبقى نايم على جسمه. بيجي عند الرجلين بيعمل حاجه اسمها فاذرنج، اللي هي الشعر بيبقى طويل عند رجله وهايش كده، وده لما بيبقى بيجري في وسط احراش واغصان بيحمي رجليه من ان هي تتعور او تتخربش. الكوكر كلب حنين قوي. صفاته الشخصيه متوازنه، لا هو كسول ولا هو مهايبر، بيحب ياخد مهام من صاحبه جدا، وبيرتبط بصاحبه جدا، وبيحب ينفذ المهام اللي صاحبه بيأمره بيها، وبيتفاعل مع صاحبه، ويبقى في بوند كويس جدا بينه وبين صاحبه. كيفيه العنايه بالكوكر من ناحيه التغذيه، فالكوكر بيحتاج اكل عالي الجودة ومغذي ليه جدا، ولازم نخلي بالنا ان هو كلب قابل للتخن بطريقة جامدة جدا. فحتى ساعة التريتس وصاحبه بيديله تريتس لازم ياخد باله من النقطة دي، ان التريتس ما تزيدش عن حدها والاكل ما يزيدش عن حده، عشان هو فعلا بيتخن وبيتعب جامد جدا. شعره بيحتاج يتسرح من مرتين لثلاثة في الاسبوع. وبما ان الكوكر سبورتنج دوج او كلب رياضات، فهو بيحتاج يتمرن كتير جدا، بيحتاج يتاخد في تمشية لمسافات طويلة، بيحتاج يطارد الكورة. لكن لازم ناخد بالنا من حاجة، الكوكر غريزة المطاردة عنده عالية جدا جدا، فممكن حاجة تجري في الشارع يجري وراها. فبيفضل ان هو اغلب الوقت وانت ماشي بيه في الشارع، طالما في مكان مش فيه سور، انك انت تبقى رابطه بالليش بتاعه وماشي بيه. هو كلب ذكي جدا ومن السهل تدريبه، ولكن لازم ناخد بالنا من حاجة، هو ما بيستجيبش قوي لاي حاجه سلبيه، زعيق الكلام ده، على عكس كلاب تانية ممكن تستجيب شويه. لا، الكوكر لازم يحب صاحبه قوي، ولازم طريقه التدريب تبقى ايجابيه جامد جدا 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 عشان يدي احسن حاجه عنده. وطبعا لازم يتعمل له تنشئه اجتماعيه من هو صغير زيه زي كل الكلاب. ودلوقتي بالنسبه للناس اللي بتدور على الكلب او بتفكر تربي كوكر، فاحنا هنمسك نقطه نقطه تخص تربيه الكلب، وهنستعين بالتقييم اللي عامله الويب سايت بتاع دوج تايم، ومدي كل نقطة منهم درجة من 1 ل5، وكل واحد هيشوف هل النقط دي هتناسبه ولا لا. إمكانية تربيته من مربي مبتدئ ياخد 4 من 5. من ناحية استعماله إنه يفضل قاعد لوحده فترة كبيرة ياخد 1 من 5. من ناحية استعماله للطقس البارد فياخد 4 من 5، وللطقس الحار ياخد 3 من 5. ومن ناحية طباعه أو حنية الأسرة اللي هو فيها
ألفته أو تعوده على الأطفال الغريبة، تعوده على الكلاب الغريبة، تعوده على الغرباء، فياخد 5/5. بالنسبة للشادنج أو إنه يوقع شعر كتير فياخد 3/5. وبالنسبة لإنه ينزل ريالة كتير ياخد 1/5. الصحة العامة 4/5. قابليته للتخن 5/5. سهولة التدريب وقابليته للنباح المزعج 4/5. الذكاء وغريزة الصيد والمطاردة 5/5. طاقته عالية جدا ياخد فيها طبعا 5/5. وقابليته لان هو يبقى لاعبي برضه ياخد فيها 5/5. واحتياجه للتمرين 4/5. في بقى نقطة لازم ناخد بالنا منها، انه ياخد 4/5 في حاجة اسمها وندر لاست، اللي هو انه يشم ريحة تشد انتباهه جدا فيبقى عامل زي المغيب سنة، يجري ورا الريحه دي وينسى صاحبه وينسى هو كان بيعمل ايه وينسى الطريق وينسى كل حاجه ويسرح ويبعد بعيد جدا. وبكده انتهت حلقه النهارده. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وعايزكم تقترحوا عليا في الكومنتات انواع الكلاب اللي نتكلم عليها بعد كده. السلام عليكم.